طيب، انا عشان اكون صريح مش عارف ابدا منين ولا جهزت لاي حاجه. انا عارف ان بقالي فتره طويله قوي ما عملتش فيديوهات، يمكن اكتر من سنه. ولحتى الفتره اللي انا عملت فيها فيديوهات كانت فتره قصيره، ما لحقتش اعمل. يعني يكون عندي ناس كتير بتتفرج عليا، تقريبا كل الناس اللي بتتفرج عليا تقريبا 100. ف يعني ارجو حتى من المية دول ما يكونوش نسوني. وحابب ان انا ابدا من اول وجديد، كاني لسه ببدا من الصفر، وهي ستيل تعتبر صفر. يعني انا هنا في السعوديه، مش في مصر. في جيم اسمه جيم نيشن. سلسله جيمات كبيره، حابب احكي لكم كل التفاصيل وكل حاجه. يعني ممكن تدوروا على جيم نيشن، هو جيم كبير جدا. انا شغال في شركه اسمها انهانس تبع جيم نيشن. برضو هحكي لكم الموضوع ده، بس النهارده يعني مش موضوع حكي قد ما سلسله عايز ابداها معاكم. انا بس كل اللي جهزته ان انا هيبقى عندي شويه سلاسل عايزه اتكلم فيها معاكم عشان الموضوع يكون منظم اكتر. فخلينا نبدا كده. اول سلسله النهارده عايز اتكلم معاكم فيها هي خاصه بالتمرين، عشان نخش في الموضوع على طول، ما يكونش الموضوع رغي وخلاص. والسلسله دي هتبقى اسمها ليه انا بفضل ده. ايا كان بقى اللي انا هفضله ايه. هتكلم معاكم في تغذيه، هتكلم معاكم في تمرين، هتكلم معاكم في عضلات، هتكلم معاكم في سبليتس، هتكلم معاكم في كل حاجه. وهقول لكم ليه انا بفضل الحاجه الفلانيه. قبل ما نبدا بس خلينا متفقين، وده أنا قلته لكم قبل كده، ان هي مدارس. الموضوع ملوش اي علاقه بان ده صح وده غلط. في مدرسه معينه ممكن تفضل الحاجه المعينه، وفي مدارس تانية ممكن يقول لك ان ده لا انا ما بحبوش. فخلينا دايما نكون عارفين ان هي مدارس. فانا هتكلم معاكم بطريقه ليه انا بفضل المدرسه الفلانيه او الطريقه الفلانيه، سواء في التمرين، في التغذيه، في ايا كان هو ايه. طيب خلينا يلا بينا نبدا. النهارده اول حلقه من سلسله ليه انا بفضل. وهتكلم النهارده معاكم ليه انا بفضل التمرينه دي في يوم الكتف. انا همرنكم النهارده كام شكل، كام اكسرسايز من تمارين الكتف اللي انا بحب اتمرنها. وهقول لكم في كل تمرينه ليه انا بحب التمرينه دي بالذات. وعلى فكرة أنا عندي حكاوي كتير كتير عايز أحكيها لكم على السعودية واللي حصل معايا في السعودية والبلاوي اللي عندي. بس يعني خلينا محدش يتكلم خالص، ومش هينفع أتكلم دلوقتي لحد ما أخرج من البلد عشان ما يحصليش مشكلة. بس هحكي لكم، لازم هحكي لكم قريب. وخليني أخدكم كده خطوة خطوة. وهتلاقوا في سلاسل في النص كده، وفي سلسلة في النص خاصة شوية هلمح لكم عن شوية حاجات. بس مش هعرف احكي لكم كل حاجه للاسف غير لما اخرج تماما من البلد. وباي ذا واي ده هيكون قريب. فخلينا كده واحده واحده مع بعض. يلا بينا. يلا نسخن كده الكتف تسخينه كويسه. اول حاجه بحب افك الاول ريست ايدي كده. بعدين سواء بقى بعمل، بس احاول اسخن الروتيتور كف. طبعا مش افضل حاجه ان انا اسخنها بالدمبل يعني، بس ساعات بسخنها بالدمبل، وساعات بسخنها على بالكيبل، وساعات بالريزيستنت باند على حسب الافيلبل. دلوقتي انا مش متاح معايا ريزيستنت باند، والكيبل فيها ناس شويه، فهبتدي اسخنها شويه كده بالدمبل. طبعا ده مش صح عشان نكون متفقين. زاويه الانجل نفسها اللي وقع عليها الضغط، الجاذبيه يعني بمعنى اصح، مش شغاله كويس مع الروتيتور كف، لان البايسبس هي اللي بتبقى عامله ده. فدي قصه طويله، خلينا نبقى نشرحها بعدين. بس اوفر اول احسن يعني يكون الريزيستنت باند او الكيبل احسن. رفرفه جانبي. سخن شويه البايسبس. بحب اسخن كمان الترايسبس عشان هي عضله مساعده جدا مع الكتف. بس بعد ما اكون اتاكدت ان انا سخنت كويس قوي، بعمل مثلا ست او تو سيتس بوش ابس، مش فيلير، بسيط، بوش ابس بسيط. بسخن برضو بيه شويه الكتف والشست. وبحب افك كده جسمي كله على العقله، على البول اب. فك جسمي شويه بس كده عشان احس ان السباين كله مفروض والدنيا كويسه. مش بتمرن عقله عشان هي اكشلي بتمرنها اكتر يوم الظهر، وده الطبيعي يعني. بس ساعات بدخل العقله كده ايه، افك بس بيها جسمي.
تاني ده مش تسخين، المتوازي والعقله مش تسخين خالص، قد ما هو ولا تسخين ولا تمرين باي ذا واي، قد ما هو بس ايه بحاول افك بس بيه جسمي. يلا بينا نبدا اول اكسرسايز. انا بحب ابدا دايما اول اكسرسايز بحاجه تكون بريس للشولدر، سواء دمبل بريس او بار بريس او ميليتري بريس او سميث، ايا كان البريس اللي احنا هنتمرنه. انا بقالي فتره كتفي شويه وجعني، فيعني هلعب النهارده على الماشين اكتر. حاسس ان هي هتكون مريحه شويه بالنسبه لي. زي ما انتم شايفين طبعا اول حاجه عملتها عدلت الكرسي شويه على عدلتي، بحيث ان انا رينج اوف موشن بتاعي يكون كامل، صدري كله فوق كوعي قدام. يلا بسم الله. اول مجموعه بس هتبقى وورمنج سيت، فكده كده هتاكد ان انا سخنتها كويس. واحيانا بغير، لو عايز اركز اكتر على الكتف الجانبي او عايز اركز اكتر على الكتف الخلفي ببدا بيه على طول، بسخن كويس طبعا وببدا بيه على طول. بس اغلب الوقت بحب ابدا بريس زي ما قلت لكم، سواء دمبل او بار او ماشين. دي كانت اول مجموعه الورمنج سيت. دلوقتي هنلعب بقى الوركينج سيتس. هلعب 2 وركينج سيتس في كل الاكسرسايز، هلعب 2 وركينج سيتس. ساعات بعمل ورمنج وساعات لا، نزود الوزن ونعمل وركينج سيت. صور لكم السيت دي كمان وخلاص. دي اول واحده في الوركينج سيتس. باي ذا واي مش تبقى تقيله قوي، بس برضو انا عشان كتفي زي ما قلت لكم مصاب في كتفي اليمين، فواحده واحده يعني. يلا بينا. تاني زاويه هنخشها يا زمايلي هتبقى lateral raises، رفرفه جانبي. هنلعبها الاول على الكابلات، هناخد شكلين باي ذا واي للكتف الجانبي. اول شكل هناخده على الكابلات، ارفع دايما الكابل خليه عند المستوى بتاع دراعك اللي انت هتلعب من عنده. احنا مش هنلعب بالجريب نفسه، انا هوريكم هنلعب بايه. مش هنلعب بايدك نفسها، احنا هنمسك الهاند هتبقى اكتر فوق شويه. طيب انا عندي هنا في الجيم الجريب دي موجوده، الجريب دي كويسه قوي، لو موجوده عندك اتمرن بيها. لو مش موجود عندك ممكن تلعب بالفيجر 8 ستراب. الستراب اللي هو بيكون شكل 8 ده حلو قوي للزاويه دي. خلاص هنحط ايدك فوق شويه، ابعد عن الكابل، خلي فيه ريزيستنس، ثبات. ليه يا زميلي انا بحب الزاويه دي في اللاترال ريز؟ اولا عشان المفصل فيها بيكون مفصل الكوع بيكون فيها مفرود الى حد كبير، بعرف افرده فيها الى حد كبير. بيكون الكنترول واللود كله بيكون على اللاترال دلتويد، الكتف الجانبي اكتر، بنركز عليه. دي حاجه مهمه جدا، وفي نفس الوقت احسن من الدمبل شويه بالنسبه لي. انا بلعب دمبل ساعات بس انا بفضل الزاويه دي اكتر. احسن من الدمبل بالنسبه لي عشان خاطر الرينج اوف موشن بتاعها اطول، ودايما بيكون ال مش عايز اتكلم مصطلحات قوي، بس الايسنتريك، الحركه اللي هي السلبيه دايما بتكون طويله، عكس الدمبل بيوصل لحد هنا خلاص مع الجاذبيه ثبت، لكن ده ستيل بيفضل يشدك، فكتفك الجانبي كله بيكون شغال معاك. حتى في الايسنتريك في النزله اللي تحت ما بيفصلش خالص، فبيكون التركيز عليها كويس، بيكون الاصابات فيها قليله. فانا بحب الزاويه دي عشان السبب ده. طيب تالت شكل هيكون معانا يا زميلي، وتاني شكل في الكتف الجانبي. انا بحب دايما اخد شكلين في الكتف الجانبي. بحب دايما حاجه تكون فيها كوعي متني وحاجه تكون فيها كوعي مفرود شويه. احنا خدنا خلاص الكوعي مفرود هناك، دي تاني شكل هاخد فيها الكوعي متني. الاتنين بيستهدفوا كده كده نفس العضله، عضله الكتف الجانبي هي بس يعني تفضيلات زي ما احنا اتفقنا يعني. فتاني شكل هيكون ده lateral raises برضو بس على الماشين. ثبت ايدي كويس، ثبت كوعي كويس، وخلي دايما الوزن بيطلع من ناحيه كوعي مش من ناحيه ايدي. بسم الله.
دلوقتي هندخل على اول زاويه في الكتف الخلفي. طيب الزاويه دي انا بحب شويه اعدل فيها، بحب اعدل اخويا الكهرباء. بحب ان انا اكون واقف مش قاعد، اعدل شويه على صدري اكتر. ايه بقى، انا بحب الزاويه دي في الكتف الخلفي عشان بس نبقى الاول واضحين. الكتف الخلفي انا بحب دايما اشتغله، لو هشتغله على شكلين بشتغل دايما على شكل يكون فيه فلاي اكتر، في ايدي مفروده فيه اكتر، فيه ستريتش وفيه فلايز، والشكل التاني يكون روينج، يكون زي السحب زي الظهر كده، بس طبعا الكوع بيكون فوق شويه. لو هاخد الشكلين باخد دايما معظم الوقت باخد الباتر فلاي هنا على الباك ديك، وباخد معاها يا اما الفيس بول يا اما باخد حاجه تانية للروم. بس انا بحب دايما الجهاز ده، اولا عشان اصاباته قليله جدا، ثانيا بعرف اركز فيه على عضله الكتف كويس، ودايما التكنيك بتاعك لو ظبط في الزاويه دي هتحس بعضله الكتف الخلفي اكتر من اي جهاز تاني او اي شكل تاني. وزي ما اتفقنا، انا بالنسبه لي احلى جهازين او احلى تمرينين لعضله الكتف الخلفي جهاز الباتر فلاي ده والفيس بول اللي هو على الكابلات، دول احسن اتنين عامه. يلا بينا. طيب الزاويه دلوقتي اللي هنخشها هي تعتبر انكلاين جاست بريس، بس هي هاي انكلاين، يعني الكرسي نفسه عالي شويتين ثلاثه. هنشغل بيها الكتف الامامي، زاويه كمان للكتف الامامي، بس في نفس الوقت هنشغل فيها الشست، يعني هنشغل اخر جزء خالص من الانكلاين شست فوق خالص، عشان الجزء دايما بيكون ضعيف، فانا بحب دايما اشغله مرتين، مره مع الشست ومره مع الكتف في نفس الوقت لما شغلنا الكتف الامامي برضه. يلا بسم الله. طيب كده اخر حاجه فضلنا هنلعب بس شويه ترابيزيس كده وخلاص. طيب بما اني بدأت لكم الفيديو هنا في الأوضة بتاعة الهايركس، يعني اللي ما يعرفش الهايركس ده يعني سم ورك اوت كده، بيكون شوية شبه كروسفيت. هفاجئكم، هعمل لكم حاجة قريب عنه. بس دي عامة الأوضة بتاعة الهايركس، وهقفل بيها، هقفل التمرينة كلها بيها النهاردة. ان انا هلعب الكارديو بتاعي، انا عندي كارديو النهارده، وباي ذا واي بحب العب دايما كارديو بعد تمرينة الكتف عامة. وهقول لكم كمان بعد كده في فيديو هقول لكم على سبليت انا بحب اتمرن بيها عامله ازاي، وهشرحها لكم اكتر. يمكن النهارده ما طبقناهاش قوي، بس هشرحها لكم بعد كده اكتر، وهوريكم بيها بعد كده تمارين بيها. يلا تعالى ناخد الكارديو بتاعنا. قبل ما نبدا الكارديو كده هوريكم نظره سريعه كده عن الهايركس ده، ايه الاجهزه اللي بتكون فيه. ده جهاز اسمه الرو ارجومتر، ماشي. طبعا ده هو واقف، هو المفروض بينزل تحت بس عشان يعني ايه مساحه وكده. في شويه طبعا بورز هنا، ودي الاكيوبمنتس بتاعه الهايركس. خلاص، دمبلز والويل بول والكاتل بيلز والسوفت بوكسز. ده اسمه الاير بايك، ده زي العجل العادي، بس ممكن ناس كتير تبقى عارفاه. ده بيكون مفهوش ريزيستنس، انت اللي بتتحكم فيه كل حاجه، وبيكون الريزيستنس كلها جايه من المروحه اللي تحت دي، فعشان كده اسمه اير بايك. برضو انا هبقى اقول لكم بعد كده كل حاجه عن الهايركس، بس دي نظره سريعه كده. دي حاجه اسمها سكي ارجومتر، وده السليد، ده الرج بتاع البول ابس والسكواتس وكده، واخر حاجه ده الاير تريدميل. وباي ذا واي ده اللي هنطلع عليه النهارده الكارديو بتاعنا.
يعني الناس اللي حابه تفهم اكتر على الاير تريدميل ده، ايه الفرق بينه وبين التريدميل العادي. ده بيكون ما فيهوش اي كهرباء، مفيش اي كهرباء واصله له خالص، مفيش اي ريزيستنس. حتى الزراير اللي قدامي دي ما بتعملش حاجه غير ان هي بتستارت وبتاند وبس بتعدل اليونتس. هو بيكون معتمد اعتماد كلي على حركه جسمك انت اللي بتتحرك، انت اللي بتتحكم في السرعه بتاعتك. بيكون كويس طبعا لو انت عايز تقطع مسافه معينه وتشوف الوقت اللي انت قطعت فيه المسافه ده بيكون قد ايه. فهو يعني بيكون سيميوليشن اكتر، بيحاكي اكتر كانك بتتمرن، او سوري كانك بتجري في الشارع، بتجري في تراك، بتجري في حاجه عامه، مش في كلوز اريا، في اوبن اريا. بيكون احسن في ده جدا. وبتقدر اي وقت، خلاص انا دلوقتي بمشي عايز ابتدي اجري ببتدي اجري على طول، عايز ازود سرعتي، عايز اقلل سرعتي، كل حاجه بتكون ديبينس عني انا، يعني انا اللي بتحكم فيه من غير ما ادوس على زراير، من غير ما اعمل اي حاجه. اكيد في ناس كتير عارفاها بس يعني انا بقول اللي ما يعرفش. بس هقفل بقى كده الكارديو، هقفل الكارديو بتاعي النهارده 20 دقيقه وخلاص. يا رب اكون فدتكم باي حاجه، ويا رب يكون رجعتي دي كويسه بالنسبه لاي حد، ويكون اي حد مستفاد مني. دي حاجه والله العظيم بتفرحني. ويعني اللي عارفني عامه عارف ان انا بحب دايما اكون ولو 1% ساعدت حد ان هو يوصل لاي حاجه هو بيتمناها في الكارير ده، عشان ده شغلي، ده تخصصي يعني. فيا رب اكون اقدر اساعدكم في اي حاجه، وان شاء الله مش هنقطع تاني. استنوا دايما فيديوهات كتير. على فكره حتى انا في فيديوهات كنت مصورها قبل ما اقطع اخر قطعه دي، كنت مصورها وحتى ما عملتهاش مونتاج، ما عملتش فيها حاجه خالص. ما هحكي لكم ايه اللي حصل وليه انا عملت كده، وليه قطعت القطعه الكبيره دي كلها، وايه اللي حصل معايا بعد كده، وليه سافرت وبقالي قد ايه مسافر، وليه راجع. كل الكعبله دي هنحكيها قريب. استنوني بقى في فيديوهات تانية جايه جديد. يا رب ان شاء الله ما نقطعش تاني. وطبعا المية اللي يعرفوني منهم طبعا مراتي وامي واختي وكده واخواتي عامة. يا رب يعني اكون فدت اي حد، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما نقطعش تاني ونفضل مكملين. واستنوا في سلاسل ان شاء الله، ان شاء الله هتبقى جايه كتير. في كذا سلسله فكرت فيها ان انا ممكن ابدا فيها، عشان يكون شويه الكونتنت عندي فيه وفره، في ان انا اعرف اصور فيديوهات اكتر، وان انا يكون عندي فرايتي شويه، وتبقى الناس ما بتزهقش من ده. ف يلا بينا. واحلى مسا عليك يا زميلي. سلام.